شايف الفرق بين العربيتين دول؟ اهو ده الفرق بين اللي بيستخدم ويجل في افتر افكت واللي بيسيب العناصر بتاعته ثابته كده. علشان تعمل الويجل ده في طريقتين. اول طريقه وهي انك تبحث في الافكتس اند بريسيتس على افكت اسمه ويجل بوزيشن او ويجل روتيشن زي ما انت عاوز يعني، وبتسحب الافكت ده على اللاير بتاعتك وتحدد البروبرتيز بتاعتك. بالنسبه للطريقه الثانيه انك بتفتح اللاير نفسها، تفتح البروبرتيز بتاعتها وايا كان انت عاوز تعمل مثلا بوزيشن للروتيشن، تفتح وليكن مثلا البوزيشن، بتدوس على علامة الستوب واتش، وبعد ما تدوس على علامة الستوب واتش بتكتب ويجل وبتفتح قوسين وبتكتب أي رقمين أنت عاوزه، وليكن مثلا 2.10 مثلا. الاتنين بتعبر عن عدد الحركات في الثانية، يعني هتطلع التذبذبات في الثانية لفوق ولتحت مثلا مرتين لأن احنا عاملين بوزيشن. طيب بالنسبة ل10 وده عدد البيكسلز اللي بيمشيها في الثانية الواحدة.